السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال طيبه ان شاء الله. اليوم نشارك معكم بسيطلات صغار بحشوه رائعه رائعه بزاف. دابا خليكم مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات، في مقله درت شويه ديال الزيت، عندي هنايا واحد الكرجيطه اللي حكيتها، واحد خيزويه محكوكه، واحد البصله اللي شلطناها رقيقه. تندير كامل هاد الخضر في مقله، تنضيف ليهم واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، وتنغطيو على المقله وتنخليو العناصر كاملهم تيتشحروا. ها هي دي الحشوه من بعد ما تشحرات شويه. دابا غادي نضيف لها، عندي هنايا شامبينيون اللي قطعته طريفات صغار، عندي هنا فلفله بالالوان وشويه ديال القزبر والمعدنوس مقطع. تنضيفوا العناصر كاملهم وتنغطيو عليها وتنخليوها حتى تطيب لنا مزيان هذيك الخضره على نار مهيله. ما تجهدولاش البوطه باش ما تحرقش. صافي الحشوه هي دي من بعد ما بدات طيب كما تشوفوا، راه داك خيزو الكورجيت البصله الفلفله كاملهم طابوا. دابا عندي هنايا السوريمي اللي قطعته قطع صغيره، وعندي الحمض المصير. غنضيف ليهم شويه د الهريسه، تتبقى اختياريه، اللي ما تيبغيش الطعم د الحار يستغنى بلا ما ديروها. عندي هنايا نضيف شويه صوص ديال الصوجه. وبالنسبه للتوابل عندي الكمون، الملحه، الفلفله الحمراء، زريحه القزبر، وشويه ديال البزار. وتنخلط العناصر كاملهم. من بعد تنضيف واحد العلبه ديال الطون ديال الزيت وتنخلطها مزيان مع الحشوه. عندي هنايا واحد الباكيه صغيره ديال الفيرميسيل او الشعريه الصينيه اللي درت لها الماء سخون ورقه ديال سيدنا موسى باش نسمها. من بعد ما تسلقات صفيتها وتنقطعها مزيان ونضيفها على الحشوه. الحشوه راه طفيت عليها خليتها تبرد. تنخلط مزيان هذيك الفيرميسيل مزيان مع الحشوه. من بعد هنايا تناخذ واحد الطبسيل غارق. بالنسبه للورقه انا استعملت الورقه اللي تتباع في مرجان في اسيمه، تتكون شويه هذيك غليظه. وإلا استعملتوا الورقه اللي تتكون رقيقه تتباع بالكيلو، حاولوا تدوبلوها، ديروا جمعوا البسيطله ديالكم وعاودوا ديروا واحد التفريشه ديال الورقه وعاودوا لويوها المره الثانيه. انا عندي شويه هاد الورقه غليظه. كما تتشوفوا درت الحشوه، درت فوق منها شويه الفرماج محكوك، وتندهن بشويه ديال الزبده والزيت، وانا تنطوي الجوانب مزيان. صافي البسيطله تتجي على هذا الشكل هذا. تنحطوها في لاطه ديال الفرن اللي فرشت لها ورق الطبخ. كما تتشوفوا البسيطلات كاملهم انا كملتهم. دابا غادي ندهنوهم من الفوق. عندي هنا شويه ديال الزيت والزبده اللي تتبقى، تندهنهم شويه. وفي هذه الاثناء انا شعلت على الفران تيسخن. تنقصوا له على نار مهيله وتنخليوهم حتى تيتحمروا مزيان. عاد تنخرجوهم. ما تجهدولهمش الفران باش ما يتختفوا لكمش والورقه تحرق. خاص النار تكون مهيله باش تجي ديك الورقه مقرمشه. قبل ما ندخلهم للفران تندير لهم شويه الفرماج محكوك من الفوق، ونتلاقاو باش نوري لكم الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات اللي حضرت معكم اليوم. زوقتهم بشويه ديال الطوماط سوريز ملي خرجتهم من الفران راه تيجيو مقرمشين. المذاق ديالهم بنان بنان صراحه. هاد الحشوه تجي رائعه رائعه. غتجربوها البنات وغتولي معتاده عندكم في رمضان. غنقسم لكم وحده تشوفوا من الداخل كتيجيو صراحه بنانين بنانين بزاف. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الفكره هذه اللي سهله وبسيطه.